أورديناتورة معترف بيها في أوروبا، هل أقدر أعادل الشهادة أول ما أنزل مصر؟ هل هي مفيدة أصلا؟ إزاي الأورديناتورة في روسيا سنتين بس وفي دول تانية بتوصل لأربع وخمس وست سنين؟ كل الأسئلة دي إن شاء الله هحاول أجاوب عليها في الفيديو ده. لو أنت جديد هنا، إزيك؟ أنا اسمي أحمد، اتخرجت من كلية الطب في روسيا سنة 2025، حاصل على تصريح مزاولة المهنة الطبية في روسيا، ودلوقتي بدرس تخصص جهاز هضمي بمنحة من الحكومة الروسية. كان بقالي شوية غايب عنكم، كنت بجيب الآيلتس في شوال، الحمد لله عديته وعديته كويس قوي، محدش سأل عليا خالص، فماشي. فيلا نتكلم بقى في الموضوع المهم. اول حاجه احب اشكر الناس اللي بعتت اسئله عن الموضوع ده، انا اللي رحت سالتهم، فجزاهم الله خيرا، هيساعدوا انفسهم وهيساعدوا الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده. طيب السؤال الاول عن المعادله والاعتراف، هل اقدر اشتغل في مصر، في انجلترا، في امريكا، في اوروبا، في الخليج؟ بس بعد عناء شويه. اي دوله في اي مكان في العالم هم عاوزين يتاكدوا انك قادر انك تشتغل هناك وانك مش هتضر المرضى بتوعهم. هل عشان روسيا اقل او اضعف؟ لا، هم عاوزين يتاكدوا ان انت قادر تشتغل وانك قادر تشتغل في السيستم بتاعهم. يعني في ممكن دكتور يكون شاطر جدا في مصر او في روسيا وما يقدرش يشتغل في امريكا وانجلترا، والعكس صحيح على فكره. مش عشان الطب مختلف من دوله لدوله، ولكن عشان السيستم مختلف. مثلا في روسيا في حاجه اسمها الديسبنسريزاتسيا. الديسبنسريزاتسيا دي معناها ان الناس بييجوا وهم ما عندهمش اي حاجه، يعملوا شويه تحاليل بناء على كاتيجوريز هم محطوطين فيها. يعني مثلا لو ست من 35 ل 55 بتحتاج تعمل حاجات معينه، لو راجل ما بين ال 40 وال 60 بيحتاج يعمل حاجات معينه، لو حد عنده في عيلته ناس عندها مثلا بعد الشر عليكم كانسر بيروحوا يعملوا حاجات معينه. النظام ده مش موجود في بقيه الدول، فلو انت جاي من دوله وانت اشطر دكتور في العالم ومش فاهم النظام ده مش هتقدر تشتغل في المكان ده. فالمعادله، وهي في الاغلب بتكون امتحانات، بتخليك تكون مؤهل او عندك رخصة مزاولة في المكان ده. ومش معنى انك معاك رخصة مزاولة انك هتقدر تشتغل في المكان ده. خلينا ناخد انجلترا كمثال، وان شاء الله نبقى نتكلم عن بقية الدول في فيديو تاني. انجلترا عشان تشتغل فيها من روسيا انت محتاج اول حاجة ان الكلية بتاعتك تكون على الورلد دايركتوري اوف ميديسن، وفي الاغلب كل الدول بتكون طالبه ان كليتك تكون موجوده على الموقع ده. الموقع ده غالبا بيكون لامم اغلبيه الكليات اللي في العالم، كليات الطب اللي في العالم، ما عدا اللي هم تحت السلم قوي دول اللي هم ما فيهمش اصلا تعليم، وانت هتكون عارف لو كليتك فيها تعليم ولا ما فيهاش. فهديكم اللينك ده ان شاء الله في الكومنتات، تخش تسرش باسم كليتك هتلاقيه ان شاء الله، فانت كده تمام في اول خطوه. وبعدين في انجلترا مثلا بيكونوا مسميين qualifications we may accept، يعني حاجات احنا ممكن نقبلها. بناء على ايه ممكن او ممكن لا؟ بناء على انك تبعت لهم حاجات. يعني انا مثلا قدمت عندهم، قالوا لي انت محتاج تبعت لنا عدد الساعات اللي انت درستها، المواد اللي انت درستها فين، المستشفيات كان عبارة عن ايه، التدريب درستها اونلاين ولا اوفلاين، وحاجات تانية كتير. وبعد 3 4 شهور من الكلام بيني وبينهم وبينهم بين الكلية بتاعتي، الحمد لله قالوا انك تقدر تقدم على الامتحانات، مش انك تقدر تيجي تشتغل. وبعدين في انجلترا بتحتاج تعدي الايلتس، وبتحتاج تعدي بلاب 1 وبلاب 2، وبعدين تاخد رخصة مزاولة المهنة. ده مش معناه انك تاخد تشتغل، بعدين تقدر بقى تقدم على شغل. الاورديناتورة هنا بقى تنفع ليه؟ لان انت مش هتروح تبقى متخصص. يعني انت لو متخرج من سنتين اورديناتورة في روسيا مش هتبقى متخصص في انجلترا، ولكن ده اكسبيرينس، دي خبرة انت خدتها وتحطها في السي في بتاعك وانت بتقدم على شغل في انجلترا. هل انت ممكن تقدم على شغل متخصص في انجلترا؟ ممكن، بس في الاغلب مش هتتقبل. ليه؟ لان انت درست سنتين في روسيا، في انجلترا مثلا عشان تبقى متخصص محتاج تدرس من 5 ل7 سنين. فانت تخليك ذكي في الحاجات اللي انت بتقدم عليها، ولما تخش اي طريق في اي دوله هتفهم انت الخبره اللي عندك دي اللي خدتها من روسيا مقابله لايه في الاماكن التانيه دي. فالمعادله ان شاء الله تقدر تعادل وتقدر تشتغل ويقدر يعترفوا بيها في اغلبيه الاماكن. في مصر تحديدا هم كل يوم بيغيروا القوانين، وانا ما عنديش فكره عامه عن مصر بصراحه، ولكن اللي اعرفه ان الاورديناتوره ملهاش لازمه قوي في مصر. ليه؟ لان تاني سنتين، وفي مصر انت بتحتاج من 3 ل5 سنين، فممكن تخلص الاورديناتوره وتنزل تبدا امتياز من اول وجديد. فانا مش شايف ان دي ليها فايده قوي. فانت لو هدفك مصر ما تقعدش تاخد الاورديناتوره، ولكن لو هدفك مصر فيما بعد ممكن تاخد الاورديناتوره وتشتغل شويه في روسيا، وبعدين تشتغل شويه بره روسيا، وبعدين تشتغل تاني في مصر، او تشتغل شويه في روسيا وبعدين ترجع على طول لمصر. فبشكل عام تقدر تعادلها، هي ليها لازمه. ليها لازمه في المانيا، ليها لازمه في انجلترا، ليها لازمه في امريكا، ولكن تاني مش الدرجه اللي انت هتكون عليها في روسيا هتروح تتقابل مع الدرجه اللي هتشتغلها في الدوله دي. تاني انت لو اتخرجت متخصص في روسيا بعد سنتين في الاغلب مش تروح تشتغل متخصص في اي دوله تاني، ولكن هتحسن من السي في بتاعك، لان انت في الاغلب بعد ما هتعدي الامتحانات بتاعت اي دوله هتبقى محتاج تبني سي في وتقدم على شغل. فالسنتين دول خبره
وانت هتتعلم فيهم. السؤال التاني، ليه سنتين وازاي هلحق اتعلم في السنتين دول؟ خليني اجاوبك بشكل واسع الاول، بعد كده نخش تاني في التفاصيل. ليه اي دولة بتحط الريزيدنسي او التخصص بعدد سنين؟ هم بيظبطوا سوق العمل. ليه روسيا سنتين؟ عشان هم محتاجين ناس تخش سوق العمل بسرعة. ليه امريكا اكتر من كده بكتير؟ عشان محتاجين ناس تخش سوق العمل، ولكن محتاجينهم competent، ان هم قادرين ان هم يشيلوا مكان. يعني في امريكا الاتندنج اللي هو بيبقى مخلص الريزيدنسي والفيلوشيب ده ممكن يكون فيه اتندنج او اتنين في المستشفى كامله. ليه؟ لان هم رواتبهم بتبقى غاليه جدا، فهم بياخدوا الريزيدنس دول يبقوا عبيد 6-7 سنين برواتب اقل بكتير، عشان هم اسمهم ريزيدنس، بيتعلموا لسه ما بقوش دكاتره كاملين ان هم يبقوا اتندنج. فبعد 2-3 بيكونوا قادرين ان هم يكونوا شغالين دكاتره، ولكن لسه بيكون اسمهم متدربين او لسه بيتدربوا على التخصص ده. بيشتغلوا وبيشيلوا الشغل وبيكونوا مؤثرين جدا، ولكن بيقبضوا رواتب قليله عشان مسماهم مختلف. فروسيا سنتين عشان هم عاوزين دكاتره تخش سوق العمل بسرعه. وده اللي جه منه فكره الاكريتاتسيا. انت لما بتتخرج بتمتحن الامتحان، يتاكدوا انك عندك المينيمم بتاع انك ما تروحش تقتل واحد، وتقدر تروح تشتغل على طول. ليه؟ لان هم تاني محتاجين دكاتره. هل هتلحق تتعلم؟ على حسب مين اللي بيعلمك، وعلى حسب انت بتتعلم ولا لا، وعلى حسب المرضى اللي انت بتشوفهم، وعلى حسب المستشفى. ولكن سنتين بشكل عام هو وقت قليل، ولكن انت ما بتتخرجش تبقى ماسك المستشفى زي الاتندنج بتاع امريكا، لان انت هيبقى فوقيك على الاقل دكتورين اكبر منك، وفوقيك الزافيدوشي بتاع الكافيدرا. فانت بتكون دكتور وبتكون بتقبض، بس بيكونوا فاهمين انك لسه متخرج بقالك سنتين، ولسه كنت في كلية الطب ما كملتش 2-3 سنين. فالشغل بيكون متقسم على اساس الخبرة والقدرة. فانت هتتخرج وتشتغل، وشفت عيال روس كتير اشتغلوا، وشفت حتى ناس عرب زينا بيشتغلوا وكويسين بسم الله ما شاء الله عليهم يعني. فهتلحق تتعلم، مش هتتعلم كفايه انك تكون متخصص، لان الاسم بس هو بيخوف شويه، ولكن انت مش هتكون قادر انك تكون متخصص، ولكن هتشتغل في التخصص يعني ان شاء الله. السؤال الثالث، ايه هو هيكل الاورديناتوره؟ ده بيتوقف تماما على مين اللي ماسكك، وعلى المستشفى اللي بتشتغل فيها، وعلى الدكاتره اللي انت بتشتغل فيهم. بشكل عام انت بتحتاج تروح كل يوم مثلا من 8 ل 12، بيبقى ثيوريتيكال نظري، بتروح يتشرح لك محاضرات، يتشرح لك امراض. احنا دلوقتي شغالين من الكلينيكال ريكومنديشن، وهي الكتالوج ازاي تعمل ايه اول ما ده يحصل، تعالج ازاي. الطب انا ما كنتش فاكره كده في الاول بصراحه، ولكن ده بيساعد ان الناس ما تعملش اخطاء. يعني مثلا واحد عنده جرثومه المعده، لو انت شكيت ان عنده جرثومه المعده بتساله الاسئله دي، بعد كده تطلب التحاليل والاشعه دي، بعد كده تعالجه بالطريقه دي. انت مش محتاج تفكر قوي، يعني مش محتاج تشغل دماغك، انت بس بتمشي ورا كتالوج. فاحنا دلوقتي بندرس الكلينيكال ريكومنديشن، اللي هي الكتالوج اللي بيقول لنا نتعامل ازاي مع كل مرض. وفي بعد 12، من 12 في الاغلب الاثنين بتروح بتكون في المستشفى، بتعين لدكتور او بتعين لقسم على حسب التخصص اللي انت بتعمله، وبتشتغل. في الاغلب بتشتغل عبد، بتقعد تكتب ورق، بتقعد يعني لو انت كويس قوي بتروح تاخد هيستوري من البيشنت. هل انت بتعالج؟ هل انت بتكشف؟ هل انت بتكون مسؤول عن حاجة شخصيا؟ لا. ليه؟ مش عشان هم مش واثقين فيك، بيتعاملوا كده مع الروس ومع العرب ومع كل الناس، عشان هو النظام كده. انت شغال مساعد للدكتور، وعشان تتعلم. والسنة التانية تقدر تاخد شوية مسؤوليات على حسب قدرتك، لان هم مش هيدوك مسؤوليات عشان انت بس المفروض تاخد مسؤوليات. لو انت مش قادر تتعامل مع المرضى، لو انت مش قادر تعالج المرضى، محدش هيديك مرضى تعالجهم ولا تتعامل معاهم، لانهم مش عايزين يلبسوا، مش عاوزين يترفع عليهم قضايا، لان المسؤولية عليهم. والاستراكشر بيختلف من قسم لقسم. في اقسام بتطلب من الناس ان هم يعملوا نايت شيفت، ان هم يباتوا في المستشفى. الاقسام دي بتبقى مثلا زي الكارديو، زي الجينيكولوجي اللي هو النساء والولاده، زي الحاجات اللي ليها علاقه بالامرجنسي، الحاجات اللي ليها علاقه بالطوارئ. ولكن الحاجات السهله او الحاجات الاسهل زي مثلا الجاسترو، زي مثلا الدرماتولوجي، الحاجات دي في الاغلب ما بيحتاجش منك انك تقعد نايت شيفت. لو انت عاوز اقعد، محدش هيقول لك لا. فالمطلوب منك انك تروح تحضر، بيبقى عندك امتحانات، بيبقى عندك كلاكيومات، وبيبقى عندك امتحان في اخر السنه، وانك تروح تحضر مع الدكتور. وفي الصيف بيبقى عندك من 2-3 تدريب بس، بتروح المستشفى نفس الفكره، بيبقى عندك مسؤوليات انك في الاغلب بتكتب، بتملى ورق، وبتشوف المرضى لو الدكتور اللي شغال معاك راضي عنك.
فتاني الموضوع كله بيكون متوقف على القسم اللي انت فيه، على الدكتور اللي ماسكك اصلا في اللي هو بيديك الثيوري، بيديك النظري، وبيتوقف على الدكتور اللي بتكون انت شغال معاه. فانت بقى خليك حرك كده، وعاوز تشتغل، عاوز تفهم، عاوز تتعلم، روح اشتغل وتعلم. الدكتور اللي ماسكك رخم، شوف واحد غيره. رخم، شوف واحد غيره. كلهم رخمين، مفيش حد فيهم بيساعد، روح انت وخش الاورديناتورسكا اللي هي الاوضه بتاعت الدكاتره، وامسك الهيستوري واقراه، وافهم ازاي بيتعاملوا مع المرضى. ولو طلبت ان انت تروح تشوف مرضى محدش هيقول لك لا. فانت بس ايه، شغل دماغك ودور على حد يساعدك. السؤال الرابع: هل احنا محتاجين اكريتاسيا قبل ما نقدم؟ وازاي اصلا بنقدم؟ وازاي بنختار التخصص؟ الروس عندهم نظام اسمه البال اللي هو النقط. فعشان انت تقدم في مثلا كارديو محتاج عدد معين من النقط، ده بيتوقف على درجاتك في الكليه، بيتوقف على درجتك في الاكريتاسيا، بيتوقف على الحاجات اللي انت عملتها بره الكليه. ولكن انسوا الكلام ده، انا بس قلته لان هو مثير شويه للاهتمام. احنا كناس جايين من بره مش محتاجين اكريتاسيا عشان ندخل، ومش محتاجين ان احنا يكون عندنا عدد نقط. فانت ممكن حرفيا تختار اي تخصص انت عاوز تعمله. ولكن لو انت مقدم على منحة، بتخش في الموقع وتشوف الجامعة اللي انت عاوز تقدم عليها بتدي منح في انهي تخصصات. يعني مثلا الجامعة بتاعتي ما كانتش بتدي في نيورو سيرجري، كانت بتدي في جنرال سيرجري. فعلى حسب الجامعة وانت بتقدم على منحة بتكون عارضة في تخصصات معينة بس. ولكن لو انت رايح بفلوسك ممكن تقدم على اي تخصص. هو الفيديو اعتقد ضرب مني، فخلينا نعمله على جزئين، مش عشان نجيب الفيوز وبتاع، ولكن عشان ما يبقاش ممل عليا وعليكم وهيكون صعب في المونتاج. فان شاء الله نعمل بارت 2 ونكمل بقية الأسئلة بإذن الله. وعقبال بقى ما بين بارت 1 وبارت 2، لو أنا قلت معلومة غلط يا ريت حد يصححها لي عشان نصححه في بارت 2. ولو أنا في حاجة ما وضحتهاش كفاية ممكن تقولوا لي برضو ونوضحها. شكرا تاني للناس اللي بعتت الأسئلة. سبسكرايب، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.